الشكوى هي إظهار الضعف، وربنا يحبك تظهر ضعفك ليه هو بس. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام توفى، الناس كلها عمالة بتبكي إلا هو. هو صحيح ما قدرش يتمالك نفسه، ولكن ما أظهرش ده للناس، خد ركن بعيد خالص عن الناس في خلوة ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى اللي شايفه، قعد يبكي. النبي قال عنه لو في نبي بعدي هيبقى عمر، وهنا هو كان بيعلمنا درس: ما تظهرش ضعفك غير لله. طب ليه ما اظهرش ضعفي غير لله؟ ليه ما اشتكيش غير لله؟ اولا مفيش حاجه في الكون دي كلها بتحصل الا بمشيئه ربنا، يعني لازم ربنا يكون شاء بيها الاول. ربنا بيقول لسيدنا النبي: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. اتقى واحد فينا ما يعرفش ينفع ولا يضر نفسه. وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله. ربنا بيعلمنا وبيقول لنا: لو جالك ضر مني، لو جالك خير مني، انا النافع والضار الوحيد في الكون، مفيش حاجة بتحصل في الكون الا بمشيئتي. وما اصابك من سيئة فمن نفسك، واي شر هيجيلك نتيجة لحاجة غلط انت عملتها، في قوانين وماشية على الكل. فاذا انا لو جالي ضر دلوقتي بقى ايه اللي حصل؟ انا عملت حاجة غلط اغضبت ربنا، فربنا بيعاقبني وبيكفر لي ذنبي لعلي ارجع. يبقى المشكلة اللي انت ماشي عمال تشتكي للناس كلها جاية بسببك، عمال بتفضح نفسك. الحقوا، انا عملت حاجة اغضبت ربنا وربنا بيعاقبني. انت عايزهم يعملوا لك ايه؟ انت عمال تشتكي وتقول حصل فيها كذا وحصل كذا. المعنى الخفي للموضوع: الحقوا انا عملت حاجة من الكبائر. عايزهم يعملوا لك ايه؟ طيب يجوا يتوبوا مكانك؟ محدش هيعرف يعمل لك حاجة طالما ربنا سبحانه وتعالى اتدخل في الموضوع. مفيش مخلوق هيعرف ينفعك. اي نفع هيجي لك من ربنا، واي ضر هيجي لك من ربنا. يبقى انت هنا بتشتكي مين لمين؟ معنى الكلام انتوا بتقول لهم الحقوا ربنا عمل فيها ايه. ربنا بيعلمنا اكتر وبيقول لنا: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. ربنا بيقول لنا: انا لو جبت لك ضر انا الوحيد اللي هعرف اشيله من عليك. طب طالما ربنا الوحيد اللي هيعرف يشيل الضر من عليك ويخلصك منه، تشتكي لغيره ليه؟ ربنا بنفسه بيقول لك ما حدش هيعرف يعمل لك حاجه. وفي آية تانية: ليس لها من دون الله كاشفة. ملهاش حل الا من عند ربنا. من الاخر ربنا بيقول لك الجأ لي وهتتحل. ايوه، يعني اعمل ايه؟ مفيش غير التوبه. ربنا قال الا من تاب، مفيش اي حل تاني. ووضحت اكتر لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن سيدنا يونس لما نزل عليه بلاء ان هو في بطن الحوت: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لو ما كانش تاب كان هيفضل في البلاء طول حياته، وده خير ليه عشان يرجع قبل ما يموت ويدخل الجنه. فمحدش هيعرف يعمل لك حاجه، فليه تظهر ضعفك لحد وليه تذل نفسك لحد؟ وفي الاخر برضه مش هيعرف يعمل لك حاجه. وفي حاجات هي بلاء، وفي حاجات في ظاهرها بلاء وهي عكس كده تماما، ده صرف بلاء، زي الابن وزي السفينه وزي الجدار اللي ذكره في سوره الكهف. وفي كلتا الحالتين تسلم وتلجأ لله وتشتكي لله بس: انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا مش هشتكي غير لربنا بس، ربنا الوحيد اللي عالم بيا، وربنا الوحيد اللي في ايده النفع والضر. وبرضه الحديث اللي اتذكر عن ابو امامه لما كان قاعد حزين ومهموم ومديون، هل راح لسيدنا النبي يحل له مشكلته؟ لا. هل راح لعبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، اغنياء العالم وقتها؟ ما راح لهمش. لجأ لله بس، قرر يشتكي لربنا بس، ما يظهرش ضعفه غير لربنا. راح لبيت من بيوته في وقت غير وقت صلاه وقعد يشتكي لربنا. ربنا جاب له مين لحد عنده؟ جاب له اتقى واحد في الارض لحد عنده. جاب له الرد على لسان اكتر انسان بيحبه هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طب هل سيدنا النبي قال له روح لعبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، اي حد من الصحابه قول له سيدنا النبي بيقول لك سد عليا الدين ده؟ لا. قال له ادعي ربنا وتوكل عليها تتحل، واتحلت فعلا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان الرزق عند ربنا، وان ربنا هو النافع والضار الوحيد في الكون. معنى الكلام ده انت لجأت لله وجرينا لحد عندك، الجأ لله هيجر لك الكون كله لحد عندك. والناحيه الثانيه برضه ربنا بيقول لك: وان يردك بخير فلا راد لفضله. ربنا لو عايز لك نفع او عايز لك، ما فيش حد برضه هيعرف يمنعه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. محدش هيعرف يعمل اي حاجة. اذا كان ربنا اذن عليك بضر محدش هيعرف يمنعه، واذا كان ربنا اذن لك بخير ونفع برضه محدش هيمنعه. بعدين انت لما تشتكي لحد هينفر منك، لان انت هتدخله طاقه سلبيه وهو مش في ايده يعمل حاجه، وهو راخر عنده مشاكل. ما فيش انسان ما عندوش مشاكل. سيدنا النبي بيقول لك: كل ابن ادم خطاء، كله بيغلط. وطالما كله بيغلط اذا كله عنده مشاكل. ولكن في ناس بتشتكي للناس وفي ناس بتشتكي لربنا. واغلب الناس اللي بتشتكي بتعمل ايه؟ بتختاب. يعني هنا هو عمل مصيبه تانية، هو ده اصلا مش عايز يعترف ان الضر اللي جاي له بسبب انه عمل ذنب من الكبائر، وبالتالي مش عايز يتوب. هو اصلا شايف ان هو مش غلطان. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون؟ انت ظلمت نفسك بارتكابك للكبائر، وانت ظلمت نفسك بارتكابك للكبائر، بيسلطوا على بعض. والناس اللي بتختاب دي اخطر مخلوقات عايشه ما بيننا. هو ربنا قال لك ليه اتخذ الشيطان عدو؟
لان الشيطان عايز يوقعك في الكبائر، الشيطان عايز يدخلك النار معاه. نفس الحكايه في اللي بيغتاب، ده واحد عايز يدخل النار مش مستوعب ان ده ذنب من الكبائر وان ربنا ممكن يغضب عليه بسبب الغيبه. فخد بالك ان ده واحد عايز يدخل النار وبيجر حد معاه، فده بيعمل اللي الشيطان ما عرفش يعمله. ولازم تفهمه انا مش عايز سلبيه في حياتي. تاني حاجه ما تشتكيليش، انا مش عارف اعمل لك حاجه، انت ما قدامكش غير التوبه. تالت حاجه وما تختبش، لان انت لما بتختاب انا بشيل ذنب معاك. يعني اللي بيختاب ده واحد عايز يدخل النار، سيبه وما تدخلش معاه. يعني انت لو استجبت له وبدات تختاب انت كمان هينزل عليك انت كمان بلاء. افتكرت ان انت بتنفع وبتضر لما بيشتكي لك، هينزل عليك بلاء انت كمان. دخلت لك سلبيه من كتر الكلام اللي عمال بتسمعه، هيبقى عندك سوء ظن بلا كبائر وهينزل عليك بلاء انت كمان. والله العظيم ده خسرته مكسب طبعا، الا لو من اهلك ما ينفعش تقطعه. بس المصيبه ان انت لو استجبت له هتدخل النار، ولو قطعته هتدخل النار. فانت لازم تاخد حذرك وبالعقل وبرضه في نفس الوقت من غير ما تقع في العقوق، ولكن ما تطيعهمش في الغلط. اي حد هيقول يلا ندخل النار اكيد مش هسمع كلامه. والله لو مين، انا اصلا ببرك عشان ربنا يرضى عني، تقول لي اغضب ربنا، اكيد مش هسمع كلامك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تسمعش كلامهم في الغلط، ولكن في نفس الوقت بأدب وما تقعش في العقوق. طب هل الشرك بس اللي بيدخل النار؟ لا، ده الكبائر كلها، ده واحده منهم بس. جرب تشتكي لربنا بس وما تشتكيش لحد غيره في كل صغيره وكبيره وهتلاقيها اتحلت. ولكن قبل ما تشتكي راجع نفسك. يعني ولله المثل الاعلى مع فرق التشبيه. ما تبقاش انت مقصر في شغلك، بتيجي الشغل متاخر، بتعمل شغلك غلط وتروح للمدير تقول له انت اديتني جزا ليه؟ عايز اديك مكافاه؟ لا، وما تقولوش زود لي المرتب، احمد ربنا ان هو ما رفدكش. وما تقولش للموظفين الحقوا المدير اداني جزا. هيعملوا لك ايه؟ ما المدير هو اللي كلمته بتمشي على الكل، ومستحيل المدير هيديك جزا لو انت ماشي صح، بل هيديك مكافآت. اكيد ان انت عملت حاجه غلط. فقبل ما تقول له انت اديتني جزا ليه، شوف انت عملت ايه. وقال لك الحل الوحيد عشان الجزا يتشال وتاخد مكافآت ان انت ما تجيش متاخر تاني، ان انت تصلح الغلطه اللي انت عملتها، ان انت ما تبقاش مقصر في شغلك تاني، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مفيش حل تاني، لازم تتوب ان انت تكفر عن الغلطه اللي انت عملتها، وامن خلاص ماشيين بقى على الاوامر والنواهي، وعمل صالحا، دول اللي هيتشال عليهم الجزاء وهيتعوضوا لحد اخر يوم في عمرهم. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ربنا بيقول لك هيمتعك لحد اخر يوم في عمرك. وفي ايات تانية بركات من السماوات والارض، هيجعل لك مخرج، هيرزقك من حيث لا تحتسب عشان تدخل الجنه. طب انت في الطريق الصح وبتعمل شغلك على اكمل وجه، هيديك جزاء ليه؟ ده حتى اسمه مش عدل. ما تفتروش على ربنا كلام هو ما قالوش. انا ما شفتش ايه واحده من كلام ربنا ان اللي هيمشي صح ربنا هيعاقبه وهيبتليه، بل العكس تماما. قال لك همتعك لحد اخر يوم في عمرك وهجعل لك مخرج وهديك كل حاجه. انا ما شفتش ايه واحده بتقول ان اللي هيسمع كلام ربنا هيدخله النار وهيعاقبه في الاخره، بل قال لك هدخله الجنه وهمتعه خالدا في الاخره. مفيش غير كام ايه وبعض الناس فاهمينها غلط. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. قال لك اهو بشر الصابرين، يبقى تعليل درجات وعلينا ان احنا نصبر. طب كمل الايه اللي بعدها، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هنا ربنا سبحانه وتعالى وصف البلاء بالمصيبه، وربنا اتكلم عن المصيبه امتى في ايه تانية في القران. قال لك وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. المصيبه اللي جايه لك او البلاء اللي جاي لك بسبب ذنوبك انت، انا ما ظلمتكش. وسيدنا النبي قالها في حديث عليه الصلاه والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. كل المشاكل والبلاءات دي جايه لك تكفير للخطايا، كل المشاكل دي جايه لك بسبب الخطايا. طب ما فيش خطايا مش هتجيلك. حديث تاني وان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر ثقل منها وان زاد زادت حتى يغلف قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك انت لما بتذنب بيتعمل نقطه سوداء في قلبك، ولا قال لك لما بتتقي؟ وقال لك الحل ان انت تتوب وتستغفر، ولا قال لك الحل ان انت تصبر؟ ده تعليل درجات. قلبك بقى مش سليم تعليل درجات، ولا ده دليل على ان انت عملت حاجه غلط؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الحل الوحيد في التوبه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الحل الوحيد في التوبه. سيدنا علي كرم الله وجهه اللي متربي في بيت سيدنا النبي من وهو طفل، اللي واخد الدين من سيدنا النبي مباشره، بيقول لك ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبه. ربنا بيقول لك وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. تشتكي ليه لغير الله والمشكله فيك انت؟ وتشتكي ليه ربنا وانت بتعصيه؟ تقول له اديتني جزا ليه وانت مقصر؟ الرزق عند ربنا سبحانه وتعالى في السماء والنفع والضر بايديه. عشان كده ربنا قال لك استغفر وتوب هديك فلوس وهديك كل اللي انت عايزه، ولا قال لك اصبر هديك كل اللي انت عايزه؟ قال لك استغفر. معنى كده ان انت عندك نقص من الاموال اللي هي اتذكرت في ايه البلاء، والجوع والخوف برضو اللي اتذكرت في ايه البلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ذكرها في ايه تانية، هو نزلها على مين؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
ربنا نزل الخوف والجوع على اللي عصاه مش على اللي سمع كلامه. سيدنا يونس ما نزلش عليه بلاء الا لما عصى امر ربنا، وما خرجش الا لما تاب منه. بلاء شديد اهو في بطن الحوت. عرفت معنى اشد الناس بلاء الانبياء فالامثل فالامثل؟ اكتر الناس ايمان لما بتغلط بيبقى عقابها اشد من بقيه الناس. سيدنا النبي قال كل ابن ادم خطاء، هل قال الا الانبياء؟ كل ابن ادم. سيدنا سليمان لما حب الخيول اكتر من ذكر ربنا ابتلاه وما اترفعش الا لما تاب. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. عشان في بعض الناس فاهمه الفتنه غلط، اللي هي اتذكرت ونبلوكم بالشر والخير فتنه. ربنا فتن امتى سيدنا سليمان بالشر؟ الايتين اللي قبلهم على طول. فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. الصحابة ما نزلش عليهم البلاء في غزوة حنين إلا لما أصابهم العجب، والعجب من الكبائر. دقوا عذاب شديد. أشد الناس بلاء أهو. كل ما إيمانك بقى قوي وتغلط غلطة العقاب بيبقى أشد من بقية الناس، مش أنت اللي تعمل كده. زي بالظبط واحد كل سنة بيطلع الأول، مرة واحدة طلع التاني، مش هقول لك الأخير، بيبقى عقابه أشد من بقية الناس. ده مكانه الأول. طب لما تابوا ربنا نزل الملائكة تحارب معاهم وانتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. خلاصة القول، البلاء نزل عليك او الجزا جالك بسبب ان انت عملت حاجة غلط، حاجة من الكبائر. ليه من الكبائر؟ لان ربنا وعدك ان انت لو بعدت عن الكبائر هيسامحك عن الصغائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لو بعدت عن الكبائر هسامحك على كل حاجة وهدخلك الجنة. يبقى المشكلة فين؟ وزي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ربنا هيسامحك لو بعدت عن الكبائر، والحل الوحيد في التوبة والرجوع لربنا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الجزا جاي لك عشان أنت مقصر، فما تشتكيش لحد والمشكلة فيك أنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. إما كنتش هتقول خير اسكت أحسن، ما تخليش الكلام ده يتكتم في صحيفتك إن أنت بتعترض على عدل ربنا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.